الأغنياء في الأنمي. الأغنياء في الحياة الحقيقية. خطفوك ووضعوك وحدك في غرفة فيها تكييف. أنا بعد ثواني. عندما تنام في الصالون وتصحى وتجد نفسك في السرير لكنك تعيش وحدك. أنا مسافر إلى بلد أحلامي بدون نقود. قطعة الأرض التي يمكنني شراؤها بنقودي. المحاولة الأخيرة قبل النزول إلى السوق. عندما يوقظك أهلك 7 الصبح وتعطيهم هالوضعية حتى يمشوا وترجع تنام. شكلك بعد عرسك بأسبوع. الإنترنت مقطوع. الإنترنت بطيء. اشتريت لك خاتم الخطوبة، ستبكين من جماله. الخاتم آخر حل مع الناموس. عندما تنتهي عطلة العيد ويجب أن تواجه الواقع مجدداً. إذا تعلمت شيئاً من ألعاب الفيديو فهو أنه هناك شيئاً وراء ذلك الجدار. الشرطي يجب الالتزام بالقوانين. أنا سروالك الداخلي ينظر إليك. تشتري هاتف جديد. أنا في فصل الصيف. إذا لم تتمكن من إخفاء مسرح الجريمة تظاهر بأنك ضحية. السلامة أولاً. أنا أضع والله أعلم بعد تقديم النصائح في حالة فشلها. ما أراه أنا ما يراه أمن المطار. عندما ينظر إلي أحدهم بينما أفعل شيئاً ما. عندما أحاول مواجهة مشاكلي. كم أنت كسول. أنا كيف اجتازت فحص السيارة بهذه السرعة؟ المفتش. عندما يعطيك أخوك الأصغر نصائح حياة. عندما يكون الطيار أيضاً سائق أجرة. أنا يجب أن أتوقف عن شراء الأشياء الغبية عندما أحصل على المال. أنا عندما أحصل على المال. عندما تكون ضيفاً وتتصرف كأنك لم ترى كاسة الشراب قادمة نحوك. عندما تسقط الصابون في الحمام. لقد بدأ الأمر على سبيل المزاح والآن هم على بعد 800 كيلومتر من المنزل. عندما يجلس شخص ما بجانبك وهناك الكثير من المقاعد الفارغة. عندما تدخل الحمام ويكون الباب بدون قفل. أحدهم استرخي فقط، حاول أن تبقي عقلك منظما. عقلي